من اهداف انريتش في 2023 ان احنا يبقى عندنا فرعين زياده على الاقل هنا في مصر، واننا السنه دي ان شاء الله نقدر نسيرف ال 3000 طالب سواء اوفلاين او اونلاين. احنا اوريدي موجودين في 7 دول عربيه واوروبيه وبنسيرف عدد ستودنتس كتير هناك. هنكسباند في دول اكتر بكتير السنه دي، اونلاين وممكن اوفلاين. ممكن نفتح اول انترناشونال برانش فرع بره مصر، دبي مثلا، السعوديه. المهم ان احنا نفتح انترناشونال برانش، وكمان هنقدم لغات اكتر من الانجليش مثلا زي ايطاليان، سبانيش، هو نوز. احنا اوريدي عندنا سيرفيس كتير مش موجوده عند اي حد، زي الفولو اب سيستم والكونفرسيشن كلاب والمنتورشيب بروجرام، ساعدوا ناس كتير يوصلوا لهدفهم ولسه بيساعدوا ستودنتس كمان. انت كمان تقدر تعمل كده، ولسه هنضيف عليهم سيرفيسز كتير كمان. والهدف من كل ده اننا نساعدك ايا كان مجال دراستك وايا كان مجال شغلك وايا كان مستواك، بمعنى ان مفيش طالب يجي انريتش الانجليش عقبه في حياته ما نقدرش نساعده. احنا اوريدي بنقدم جنرال انجلش، وعندنا حاجات تانية كتير وكذا فيلد، زي مثلا البزنس، زي الميديكال فيلد، وناويين ان شاء الله نضيف تخصصات تانية كتير زي البروجرامينج، زي الانجينيرنج، ونوز. كمان ان شاء الله السنه دي هيكون لينا تواجد في جامعات كتير في مصر. من الاخر احنا مش هدفنا ان احنا نبقى مجرد مكان بيقدم خدمه تعليميه في مصر، احنا عايزين نبقى احسن مكان بيقدم خدمه تعليميه في مصر، ومستنيينك تكون جزء من القصه.